محاور ضعيف انت الصراحه. لحظة مصطفى دخل البث. لحظة يا محاور ضعيف انت ابو يوسف. لحظة، لا يا الغازي الله يجزاك خير. لحظة أبو يوسف مصطفى اخوان. مصطفى شفتك الحين دخلت البث، تبي تصعد كمل حوارك وإلا راح أقدم. يا مصطفى مصطفى ترك خرجت ودخلت الحين. هذا ضياع الوقت، يلا اعطينا وقت. لحظة لو موجود يصعد، لو مش موجود لحظة. اهو مصطفى الأريحي. يا مصطفى وينك يا مصطفى؟ سويت كتب. اطلع يا مصطفى اطلع. في لحظة يا ابن الكرام. السلام عليكم. السلام عليكم. تكمل حوارك. في صوت؟ في صوت. علق عندي المايك. طيب تفضل كمل حوارك. نعم قدم أبو يوسف. قدم أبو يوسف. طيب تنازل أبو يوسف. أنا دائما أقدمه. لا الحوار بيني وبينك، صار لنا ساعة نتحاور. تفضل لك. شوف الحوار بينك وبين الغازي، تبي تقدم أبو يوسف شيء ثاني هذا. نعم أريد أنا دائما أقدم أبو يوسف. قال لك لا أبو آزر هو بدأ بالحوار، ما يجوز يطلع نص الحوار. هو قال لك انسحب. هو لا ما قال انسحب، قال انا دائما اقدم ابو يوسف، ما قال انسحب. نعم دائما هو استاذي. قول انسحب. قول انسحب. شوف دخلنا لحظة. تنسحب من الحوار. قل انسحب من الحوار. نعم انسحب. نعم الله اكبر. نعم اكيد. الله اكبر. أنت زعتوت، أنت حاورتك 100 مرة. ولا أسمع نفسك بعد. أنت منسحب. لحظة تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. الغازي لولو تقول لك شوف التليجرام. لحظة بالله، أنا الصوت عندي خفيف، سكر الميكروفون. ركزت على لولو يعني بس؟ ما ركزت على السب اللي قاعد يسبون يا أبو آزر؟ شفت لولو تقول لك تليجرام. طيب يلا حبيبي. لولو انا راح انسحب واقدم لولو. طيب تنسحب؟ لولو تريدين تكملين ويا ابو يوسف؟ طيب اوكي. لحظة بس خل اسمعها. لحظة. لا مداخلة شيعية، بعدين في المداخلة السنية تتدخل يوسف. لولو مصطفى انسحب والغازي انسحب. طيب. لا ما انسحبت. أنا يا عمي انت انسحبت. أنا وياك نتحاور أبو آزر. لا لحظة. مصطفى انسحب خلى صدر أبو يوسف، غازي انسحب صدر لولو. تفضل. لا الشاقة وياك أنا انسحب. شنو ما انسحب؟ عمي مو قلت صدر لولو وش فيك تستهبل؟ الشاقة ويا أبو آزر. شنو يا عمي خلصنا، يلا نتكلم. خلصنا. مين راح تفضل؟ يلا تفضل. أنا وأبو يوسف. يلا تفضل أبو يوسف. يلا تفضل لك الوقت. أنت تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إخواني الأعزاء، هذه المحاورة أتمنى أن تسجلوها، لأنها ستكون إن شاء الله نصرة لرسول الله ولعلي بن أبي طالب. لأنه لما يأتي سني من أهل السنة مثل الأخ فرانسوا يريد أن ينصر رسول الله، يأتي واحد ناصبي يقول له علي 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 علي، يركز على علي. ليش؟ لأنه ما عنده دليل في كتبه. السؤال كان عن رزية الخميس وعن حكم الذين خالفوا رسول الله. قال له مثل حكم علي. حكم علي في قضية الكتابة ليس مثل حكم عمر، لأن علي ما عصى رسول الله. كل إجماع السنة والشيعة، وأنا أتحدى هذا المسكين أن يأتي بنصف شيعي مقطومة إذنه يقول علي عصى الرسول، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجامل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إذا عصاه واحد من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اعطيني عالم شيعي أو عالم سني قال إن علي عصى، ولكن علماء السنة قالوا بأن عمر عصى. أين قالوا ذلك؟ أنا أقول لكم من نواقض الإسلام أيها المسلمون عند الوهابية الذي يتبعهم هذا الغازي أنه من كره، الناقض الرابع أو الخامس، من كره أو من رأى أن هدي غير رسول الله أحسن من هديه، فهو ماذا قال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قربوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا، قال حسبنا كتاب الله. يزعم أن النبي وافقه، لا لم يوافقه. الدليل ما قدمه السني الكريم صاحب البث، مرات كريم مرات زنديق، هذا السني الكريم والله راح اسوي شيء مو تمام. راح اسوي اشاره مو تمام. خليني امزح معك. ما قدمه هذا الاخ السني قال ماذا؟ قال بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاهم بثلاث وصايا. لو كان رسول الله يقبل بحسبنا كتاب الله ووافق عمر لما قال ولبطلت السنة أصلا، لأنه إذا أقر الرسول كلام عمر يعني ما في سنة، يعني ما في رسول الله. الأمر الثاني أيها المسلمون، قال طبعا هذا معناه شنو؟ يعني الذي قالوا شوفوا الذي قال يهجر، أنا سوف أثبت أنه عمر بن الخطاب، لأنه الغازي نفسه قرأ قبل قليل قال فمنهم من قال قربوا له ومنهم من قال ما قال عمر، وهم قالوا ماذا؟ في صحيح مسلم والبخاري قالوا هجر رسول الله يهجر، فهم قالوا بقولة عمر. منهم من يقول قربوا، منهم من يقول ما قال عمر. ماذا قال عمر الذي قالوه؟ هو قال هؤلاء الذي قالوا يهجر هؤلاء حديثي عهد بالإسلام. من أين لك أنهم حديث عهد؟ أبو بكر كان منهم، لأن أبو بكر وزيد وأسامة أسامة بن زيد وغيره أتوا مع ليطمئنوا على رسول الله. فإذا أيها المسلمون، أما علي فأجمع المسلمون على أن فعله لم يكن عصيانا بل كان من الأدب المستحب، وإن الغازي اعترف بذلك. طيب بمن تلزمني أن علي عصى؟ عند الشيعة علي معصوم لا يعصي، عند السنة أنت اعترفت بأنه عندنا علي لا يعصي، إذا من وين هذا الإلزام؟ من جيب الصفحة؟ ما نريد هذا الإلزام. فإذا انتهينا من قضية علي، نرجع إلى رزية الخميس. في رزية الخميس السؤال الأول: هل كان عمر بن الخطاب يعتقد بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ؟ لأن هذا الفعل كان من التبليغ وله علاقة بهداية الناس إلى يوم القيامة. قال كتاب ما أن تمسكتم به لن تضلوا. هل كان عمر والصحابة يعتقدون بعصمة رسول الله في التبليغ لما قالوا حسبنا كتاب الله وهجر ويهجر وإلى آخره؟ السؤال الثاني: من أين لهذا الشخص بأن كلام رسول الله في الكتاب لم يكن وحيا؟ من أين له؟ نريد دليل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو يوسف يقول علي معصوم رضي الله عنه وأرضاه. يا رجل، من قال لك أنه معصوم؟ أنتوا لحد هذا اليوم ما قادرين تثبتون عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تثبت لي عصمة علي رضي الله عنه وأرضاه. منين جبت هذا الكلام أستاذ العزيز حتى تقول انتهينا من علي رضي الله عنه؟ لا، ما انتهينا، لا والله ما انتهينا، واليوم أمسكك أنا من خوانيقك. شنو رأيك؟ لا، ما انتهينا. اثبت لي عصمة علي، يلا اثبت لنا عصمة علي. تزعمون أنه معصوم؟ لا، ليس معصوم، ليس معصوم، ولا أنت ولا غيرك يقدر يثبت عصمة علي رضي الله عنه وأرضاه. حتى تقول لي والله علي لا يخطئ وعلي معصوم. هذا عندك يا بابا، هذا عندك، مو عندي. أخواني في نهج البلاغة يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما.
أي وكفى بالكتاب أي القرآن حجيجا أي ما يحتج به الإنسان، فإذا عمل شيئا يقال له ألم يكن القرآن ناهيك عنه وخصيما أي خصيما لعن خلافه. تمام أخواني؟ فعندما تخاصموا القوم عمر احتج في الكتاب. وهذا شرح أخواني، شرح الكلام في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. شوفوا أخواني، يقول وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما. حجيجا وخصيما أي كفى بالكتاب محجا ومخصا، وهو إشارة إلى وجوب تعليم القرآن وتعليمه وكراهيته وإخراجه إضاعة وإهانته. قال الشارح البحراني ونسب الاحتجاج للخصال أي الكتاب مجازا قول بل هو حقيقة للمستفادين الأخبار يؤتى به يوم القيامة في صورة إنسان فيكون بنفسه حجيجا وخصيما. عمر احتج بالكتاب، والكتاب تبيان على قول علي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه تبيان لكل شيء، فهو احتج بالكتاب ولم يحتج بغير شيء. وإقرار النبي لقول عمر هذا هم معروف عندنا احنا السنة. إذا تقول احنا الشيعة واحنا الشيعة، طيب احنا هم عندنا إقرار النبي لقول عمر. فشنو الإشكالك هنا؟ الآن نريدك تجاوبنا مثل ما شيخك مصطفى حفظه الله ما جاوبنا. هل علي قدم الكتاب؟ تفضل اعطينا هذا الأول. ثاني نقطة، ما كان دور المقداد وأبو ذر وكانوا في الرزية، وأستخرج لك أنهم كانوا في الرزية. الرسول هل غلب عليه الوجع أم لم يغلب عليه الوجع؟ نثقل لك العيار إن شاء الله. هل الرسول عندكم غلب عليه الوجع في الرزية أم لم يغلب عليه الوجع؟ هذا العيار إن شاء الله نريدك تدارينا إياه ونشوف شنو ردك. تمام؟ فتفضل الآن ما تقول لي معصوم ولا يخطئ ولا هذا الشيء عندك مو عندي، وما أنت قادر ثابته بكتبك، ما تقدر تثبته حتى تجي تثبته إليه بكلام إنشائي، ما تثبته هذا عليه أنت. لا، تفضل الآن واثبت لنا أنه معصوم، واثبت لنا أنه لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. لا خالف النبي وأمام الجميع، وأن الكلام مو إلك أوجه أصلا، الكلام مو إلك، لا أوجه للموجودين كلهم يسمعون. امحوها يا علي واكتب محمد ابن عبد الله، فقال أمير المؤمنين عليه السلام ما أمحو اسمك. لو كل داخل شلون أبو بياهم ما كمل. لا مين لابو يوسف؟ اي هو لا انا اقول له يعني كلامي مو موجه بس الك، يعني مو بس الك، لا للسنه الموجودين، للشيعه الموجودين، هذا القصد. فالرسول قال لعلي امحها يا علي واكتب محمد ابن عبد الله، فقال امير المؤمنين عليه السلام ما امحو اسمك من النبوه، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. علي خالف النبي. الآن تقول لي معصوم ما معصوم؟ معصومك خالف نبيه. تفضل رد لنا بدون ما تقول لي هاي السوالف، تفضل جيب الدليل. ماكو صوت ابو عازر؟ اكو صوت؟ اخواني الاعزاء، اي هسه يقول علي عليه الصلاة والسلام خالف النبي وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن لا يكون رسول الله. هل عمركم سمعتم خرف وهذيان أكثر من هذا الهذيان؟ إن رسول الله لا يريد أن يكون رسولا. كيف علي خالف النبي؟ النبي قال أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب. كيف علي يخالف رسول الله؟ علي قال إن يدي لا تنطلق، هاي معجزة، يد علي تجمدت. طيب يد علي عليه السلام تجمدت، إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك. أما أنت هذا الهذيان الذي تقوله ما قاله عالم شيعي. جيب لي عالم شيعي قال إن علي عصا وأنا على عينه وعلى راسي. جيب لي عالم سني، عالم سني مو ناصبي قال إن علي عصا وأنا أقبل. أما عصمة علي فمن هاي العين قبل هاي العين. راح أثبت لك عصمة علي عليه الصلاة والسلام من صحيح البخاري بحديثين بعد هذا الحوار، بحديثين. اسمعون أيها المسلمون، أنا أعدكم
إنني سوف أثبت عصمة علي بن أبي طالب من صحيح البخاري. لا، احنا راح نخلي السنة يتشيعون من كتبهم. سوف أثبت عصمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من صحيح البخاري، وأن يده يد الله، وأن لسانه لسان الله، وأن عينه أنه يبصر بعين الله، من صحيح البخاري. وهذا الوعد بعد رزية الخميس، لا أتركه يهرب. أيها المسلمون، سمعتم جوابا على الأسئلة. سألناه قلنا له: هل عمر كان والصحابة الذين قالوا عن النبي يهجر كانوا يؤمنون بعصمة النبي في التبليغ؟ ما في. سألناه: من الذي قال بأن النبي لما أمرهم بأن يأتوا بالكتاب وأن هذا الأمر الذي في الكتاب الذي لا يضلون بعده أنه ليس من الدين وأنه من النبي؟ لم يجب. الآن سوف نسأله سؤالا آخر. أيها المسلمون، هل رسول الله حجة بذاته؟ يعني حركاته، أفعاله، أقواله، تقريراته، هل هي حجة بذاتها، أم أن كل فعل يجب أن ينزل وحي ويقول له قل هكذا، اضحك هكذا، تكلم هكذا؟ نحن نعتقد بأن رسول الله حجة، وأن الله سبحانه وتعالى قال: ما آتاكم الرسول فخذوه. هذا الرجل يقول: لا، رسول الله ليس هكذا، رسول الله ليس كل ما آتاكم الرسول فخذوه. فليعطينا. السؤال الآخر: هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة ويسمع ويطاع فقط في المرض، أم في حالة المرض وماذا وفي حالة الصحة؟ الدليل، نريد دليل بأنه لا يجوز أن يسمع لرسول الله في حالة المرض. طيب، أما قوله بأنه تكلم هو شيئا في رزية الخميس، أو يعني في الموضوع، ماذا قال؟ نسيت والله. قال مسألة كنا ذكرها، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال مسألة أحببت أن أرد عليها، ولكن الآن يعني أنا نسيت. يقول: هل علي كتب أو علي كتب؟ أما علي عليه السلام كتب، فأنا أقول لك: أنا علي السنة لا يهمني، وصحابة أبو ذر السنة لا يهموني، كل هذول خليهم عصاة لا يهموني. علي الشيعة، نعم، علي الشيعة معصوم من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس، لا يخالف كتاب الله ولا يخالفه. وعندي رواية تقول بأنه أتى بالكتاب، موجودة في كتاب الغيبة للنعماني صفحة 82، وينقلها عن كتاب هو يعتقد أنه كتاب معتبر عنده، يعني مو فقط إخواني ينقلها ويقول ماذا؟ ينقل بأن من أصولنا المعتبرة. يقول: نعم، عمر كان يهجر وكتب الكتاب. جميل جميل جميل. تفضل غازي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني، ما والله العظيم يقول نسيت، اكيد تنسى، من الضربات الموجعة لازم تنسى، ما جاوبت انت على شيء حتى تنسى وما تنسى. يقول: هل الرسول كل كلامه وكل هذه الامور؟ نعم، كل كلامه مطاع ومجاب صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول له حالات. في هذه الحالة كان غالب عليه الوجع كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. فنستشهد بحديث في صحيح البخاري، حديث 56,660 العفو. قال أبو عبد الله ابن مسعود: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فسمعته فمسسته بيدي، العفو، مسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. الرسول يوعك يا أخواني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان. الله أكبر. أخواني، ركزوا على الكلام الدقيق والكلام الجلي،
النص الجلي يا اخواني ركزوا، يقول اوعك كما يوعك الرجلان وليس الرجل. اذا اخواني المرض يصيب الرسول، يعني الألم ليس بألم واحد، لا بل بألمان. الله أكبر. رضي الله عن أبا حفص عندما أدرك النبي وأدرك هذا النص الجلي، يقول الرجلان منكم، فقلت ذلك إن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها. الآن أثبتنا أن النبي يوعك ويمرض ويغلب عليه الوجع كما يغلب على البشر العادي، وبلسان النبي صلى الله عليه وسلم، بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل مو بالرجل، لا بالرجلين. وانت جايني الآن تقول لي هذه الضربات السنية الوهابية على حجك الموجعة. الآن أبو يوسف رددنا عليك، نريد ما رديت إن هل النبي غلب عليه الوجع عندكم أو لا؟ مستحي تحكي عمي، نروح نحكي لك احنا. نعم اخواني، هذا في الأمالي للشيخ المفيد، يقول أخبرني أبو نصر إلى آخر، يقول بين الحسن عن أبي عليهم السلام قال رسول الله وآله في مرض الذي توفى فيه رأسه في حجر أم الفضل فأغمي عليه. هنا عندنا الرسول أغمي عليه، لا بل والرسول لم يعرف الحسن والحسين عندهم. كيف لنبي صلى الله عليه وسلم بهذه، إذا كان لم يغلب عليه الوجع كيف لم يعرف الحسن والحسين؟ شوف التناقض. بس هو مجرد يريد أن يطعن بعمر رضي الله عنه وأرضاه لا أكثر، ولكن لا يستطيع أن يرد على أي شيء. شوفوا أخواني ماذا يقول في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء الرابع الصفحة 243، يقول باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام. يقول سعد ابن عبد الله عن أيوب عن نوح قال كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام قال سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته؟ فكتب عليه السلام لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. ها الله أكبر. شوفوا أخواني حكم المغمى عليه، نريد نشوف حكم المغمى عليه عند الشيعة الإمامية. يقول العروة الوثقى للسيد اليزدي العفو الجزء الأول الصفحة 347، يقول الفصل الخامس كل ما أزال العقل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول الفصل الخامس كل ما زال العقل مثل الإغماء والنبي عندهم أغمي عليه، والسكر والجنون دون مثل البهت. أبو يوسف أريدك تجاوبني، ماذا أدرجتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أدرجتوه بالسكر أم بالجنون أم شنو؟ لازم تجاوبني على هاي النقطة. إذا كان عمر قال يهجر بل أنتم قلتم عنه سكر وجنون، يلا تفضل رد لي على حكمه، تفضل. نبدأ من الأخير. إخواني وين قال السيد اليزدي أن رسول الله هو هذا حكمه؟ إيش هذا الكلام؟ أنت ما تعلم يا ولد أنه رسول الله تنام عينه ولا ينام قلبه؟ لحظة مقطعة بسيطة بدون شخصنة. لو هو ولد انت ولد، لو هو رجل انت رجل، انا ما عندي اولاد هنا، ما عندي يعني صغار، ما عندي سبيس زون. يلا ما بدون شخصنة كمل مداخلتك بدون اي تنقيص، تفضل. لأن هو يحاول يتنقص من رسول الله. ماني فتح سبيس زون هنا، تفضل. المهم أنت لا تعلم بأن رسول الله ليس له نفس. انت هسه قبل شوية أتيت أوعك كما يوعك الرجل. هو من سألك النبي يوعك ولا ما يوعك؟ نحن سألناك في حال وعكته في حال مرضه يطاع ولا ما يطاع؟ سكتت ما جاوبت، وصار لك ساعتين تخطب علينا ونحن أهل السنة ونحن نجيب ونحن أهل الدليل. وين الدليل؟
أنا حسبت روحي رحت أتوضأ، قلت هسه أقعد راح يقيمون الصلاة. هل يطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حال مرضه أو لا يطاع؟ أنا عندي رسول الله حجة، رسول الله حجة. يأتيني بكلام قال بأن حكم المغمى عليه كحكم المجنون. إيه هذا حكم شرعي، يعني اثنيناتهم غير مكلفين، اثنيناتهم غير مكلفين. من قال لك أن هذا يجري على الرسول؟ من قال لك أنه يجري على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الرسول تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا موجود عندك في صحاحك. يقول لعائشة: والرسول صلى الله عليه وآله وسلم الله يسأل وما تلك بيمينك يا موسى. يعني الله ما يدري ما بيمين موسى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يسمع صوت علي. من هذان يا علي؟ وهذه الرواية أصلا مرسلة وليست صحيحة، ولكن حتى لو على إرسالها ليس فيها أي تنقص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اعطني عالم شيعي قال بأن هذا فيه تنقص من رسول الله أو بنى عليه عقيدة. أنت تأتي تعرفون أيها الناس ماذا يقاتل عليه هذا المسكين؟ هذا يقاتل لكي ينجي العصابة التي قالت عن رسول الله يهجر من حكم الضلال. ولكن هيهات هيهات هيهات، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بأنه الله سبحانه وتعالى قال ومن بدون همز ولمز، بدون همز ولمز عبر. بدون همز ولمز. ما هو الهمز؟ العفو. اي الوصف الذي وصفته ما هو؟ هم رموزي. اي الوصف الذي وصفته العصابة يعني المجموعة. اي المجموعة، قول المجموعة. الوصف العصابة الذي كلمة عربية يا شوف أنا ما أبغى إني أكون متمذهب. شوف أنا ما أبغى إني اسمعني. شوف أنا أبو آذر أنت مو قلت لعنة الله على من قال يهجر قبل يهجر؟ اسمعني، لكن الوصف اللي أنت لحظة، الوصف الذي أنت وصفته هو في من رموزي. الله يجزاك. ما في تارك لكل شخص حرية أنه ينقد ويأتي بفكرة ويأتي. غلطت أولا. النبي يقول عنهم عصابة. يا حبيبي وليس الغالي، عصابة بالمعنى العام. حبيبي الغالي، هذا الذي خلينا في خلينا في الحوار، خلينا نكمل. أنا ما كنت أظن أنك أنت كلمة عصابة عندك، أنا ما تكلمت عصابة يعني ما. لا أنا أعرف العصابة عند الرافضية وش يقصدون به. لا بدون همز ولا همز. اتكلم بكل حرية عن عقيدتك، لكن بدون همز ولا همز. ولكن هذه المجموعة التي قالت عن رسول الله أنه يهجر، أنا أشاطرك، هؤلاء ملعونين، صح ولا لا؟ أشاطرك الرأي. هذه المجموعة هو يريد ينقذها من الحكم الشرعي. نحن عندنا من يعصي الله ورسوله، الله يقول لا تؤمنون حتى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هؤلاء المجموعة الذين قالوا عن رسول الله هجر، في صحيح البخاري 3053 وفي صحيح مسلم 1637 قالوا إن النبي يهجر، وهو يدعي أنهم. أنا أضيف سؤال جديد. هو ادعى، شوفوا، ولا سؤال من أسئلتي يجيب عليه. هو ادعى بأنهم حديثي عهد بالإسلام. تفضل اعطيني من قال من العلماء واعطيني أسمائهم هذول الحديثي عهد بالإسلام. أنا أريد أتبرأ منهم حتى ما أصادف رواياتهم وأخذ ديني منهم. أنتم تقولون الصحابة نقلت الدين. تفضل نريد نعرف بلكي من هذول 30 اللي كانوا موجودين. يلا خلاص انت ابدا من حيث انتهيت. يلا تمام. يقول في فتح الباري لابن حجر الجزء الثامن الصفحه 132 يقول ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الاسلام، ويكون يحد ان من اشتد عليه الوجع قد ينشغل به عن تحرير ما يراد ان يقوله لجواز وقوع ذلك. هذا شوف الردات الوهابية على حكيك، هذا الرد عليك مباشر. ولكن هل انت رديت ان تقول قلبه ينام وما اعرف ايش؟ شوف
نشوف إن شاء الله. أنت اللي ما رديت على أي شيء وتتخبط حتى الآية ما تعرف تقرأها، هذه من الضربات الموجعة. شوفوا أخواني دعائم الإسلام ويقول على كلمة هجر. يا رجل أنت عندك شوف يا أبو يوسف، نعلمك إن شاء الله إحنا هنا. دعائم الإسلام الجزء الثاني الصفحة 139 الحديث 147 يقول: وروينا عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن آباء عن علي إلى آخره في سم اليهودية. شوفوا أخواني ماذا يقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم. الله أكبر، حاشا لنبي الله من هذا القول الذي قلتوهم فيه، وتقول لي هجروا. يا رجل أنت عندك النبي لا يفهم وتقول لي يغمى عليهم. حاشا رسول الله. أنا بالعكس أقول حاشا نبينا وحاشا صلى الله عليه وسلم من هذا القول الذي قلتوه إنه لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم. تقول لي لم يعرف الحسن وهذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية، ما بينت أي شيء أنت. نعم اكو شخص طبيعي يعني ما غلب عليه الوجع لا يعرف الحسن والحسين ويقول له: من هذان يا علي؟ من هذان يا علي؟ طيب تقول سؤال استفهامي. إذا كان سؤال استفهامي لماذا عانقهما الرسول وبدأ يبكي؟ ها أبو يوسف، شفت الرد القاسي من الوهابية؟ لله ذركم يا أهل السنة، لله ذركم وأعلى الله مقامكم. الآن أبو يوسف بيد الغازي لا يجيب على أي سؤال، ولكن الغازي مباشرة من حيث ما ينتهي يبدأ هو. شفتوا أخواني؟ انطيناه حكم المغمى عليه لم يستطيع أن يجيب وذهب إلى غير قول يحاول يبرر. قال: من قال لك انه حديث عهد او هاي ردينا لك عليها. يلا ابو يوسف وينك انت؟ وينك يا اسد الشيعة؟ وينك يا مفترس؟ افترس الوهابية، سنونك صدعت شنو؟ يلا ابو يوسف رد لنا اول شيء. لا تنسى، هل خالف علي؟ تقول لي مالي شغل والمقداد. الم يرتدوا جميعا الا هؤلاء الثلاثة؟ ألم يرتدوا جميع المسلمين إلا هؤلاء الثلاثة؟ شفت شلون خليتك تتبرى منهم؟ شفت شلون خليتك تتبرى من عمار وأبو ذر وذولا؟ شفت شلون خليتك؟ والله أخليك الآن تتبرى حتى من مذهبك كله أمام الغازي. لا تجاوبنا عليهم. ماذا كان ردهم في الرزية؟ علي هل أحضر الكتف والدوات أم لا؟ نرجع النفس نعيد عليه كل ما جاوبت عليهن. الإغماء ما جاوبت عليه، انه النبي عمار وسلمان وابو ذر وعلي ما جاوبت عليها، المغمى عليه ما جاوبت عليه، الرسول غلب عليه الوجع ما جاوبت عليه، ما جاوبت على كل شيء. ابو يوسف اذا ما عندك علمية انزل خلي احد يصعد مكانك، انزل خلي احد يصعد مكانك. ما عندي هنا أنا قاعد ملاكم بس ارد عليك ضربات. شنو؟ جاوب يا رجل، جاوب. يلا الك وقت وجاوب. لله دركم يا سنة. افتح الكاميرا من تقول هاي السوالف وقولهن حتى نشوفك وانت يعني جدي بهذا الكلام. اولا يعني احنا ابتلعناك كما يبتلع الحوت، ما نحتاج اسنان ما نحتاج. احنا ابتلعناك كالحوت، مثل ما يبتلع الحوت فريسته احنا ابتلعناك، ما نحتاج اسنان حبيبي. احنا سألناك اسئلة، قلنا هل عمر والصحابة كانوا يؤمنون بعصمة رسول الله لما قالوا يهجر؟ ما جاوبت. رحت جبت لي كلام ابن حجر، الدليل كلام العالم يستدل له ولا يستدل به عندك. تفضل جيب لي الدليل. قلت لك اعطيني اسمائهم حتى، بل كان صادفت هذول المنافقين اللي قالوا عن النبي يهجر. فرانسوا يقول هذول ملعونين، كل من يقول النبي يهجر ملعون. بل صادفتهم بالاحاديث، ما اريد اتورط اخذ الدين منهم، ما يصير. جيب لنا من قال لعله علماءك لما يأتون إلى الصحابة كله لعله وربما ويحتمل. أريد دليل. من هم هؤلاء؟ أعطينا أسمائهم، مثل ما سألناكم على جماعة العقبة ولحد الآن ماكو ولن تجيبوا. جيبوا لنا هؤلاء الذين قالوا بقولة عمر. إخواني ثبت لنا من صحيح البخاري ومسلم أن الذي قال يهجر هو عمر بن الخطاب. ليش؟ لأن الحديث ماذا يقول؟ وقرأه الغازي قبل قليل: كفانا المؤونة.
قال ماذا؟ قال منهم من قال قربوا له، ومنهم من قال ما قال عمر. والذين قالوا ما قال عمر ايش قالوا؟ يعني مقابل الذين قالوا قربوا، قالوا إن النبي يهجر 3053. حبيب الغازي، إذا تريد تقلد حركاتنا وكلماتنا افتح الكاميرا. هذه القبضة الإلهية التي بيدنا لن تنفك من أعناقكم، لأن الدليل من صحاحكم. قلت لك أنا سوف أثبت لك عصمة علي بن أبي طالب من صحيح البخاري بحديثين: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، والله يقول إن الله إذا أحب العبد صار يده ولسانه وعينه وسمعه، وعلي حبيب الله ورسوله، المعصوم المطلق بعد رسول الله. أنت ما تستطيع أن تجيب. رحت منها كلمة، منها كلام، منها قال لماذا سأله، لماذا عانقهما وكمل الرواية. قال لعنة الله عليك يا يزيد، ليش تقتل الحسين ابني؟ ماذا ستلقون من بعدي؟ اقرأ الرواية كاملة سوف تعرف. عمي، أنت أمام من؟ أنت أمام شيعة علي بن أبي طالب، شيعة رسول الله الذين ينصرونه، الذي أنت تقاتل حتى تثبت أن رسول الله يهجر، وتقاتل حتى تثبت أن رسول الله ليس معصوم. جاوب يا رجل، هل رسول الله يطاع في المرض وفي الصحة أم لا؟ هل عمر بن الخطاب كان يعتقد بعصمة رسول الله في التبليغ أم لا؟ ما في أجوبة أيها المسلمون، ما في. لأن والله العصمة التي يعتقد بها أهل السنة ولا كان الصحابة دارين عنها، كانوا يقفون أمام رسول الله ويقولوا له هذا منك ولا من الله. أما قضية علي عليه السلام، يقول تذكرت الآن بأنه كفى بالكتاب حجيجا. عمي، هل علي قال السنة ليست حجيجا؟ ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. نعم، الكتاب يوم القيامة يحتج على الناس. وأيضا لها معنى ثاني، كتاب الأعمال. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حجيجا. طيب، فأنت ما تعرف هذه الأمور، فلا تجاوب على أسئلة حبيبي. ماشي إن شاء الله. إخواني، شفت شلون يريد يهرب من قبضة الغازي؟ لا لحظة أبو مداخلتين. يا عمي لحظة، الله يجزاك خير. حتى تعلم أنت إيش رح تقدم هو وإيش رح يقدم. رح تكون مداخلتين. صارت 6 مداخلات، الآن رح تكون مداخلتين. تفضل. طيب اخواني، احنا عندنا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم اصح الكتب. لم يقل عمر رضي الله عنه وارضاه انه هجر، انما استفهام في قول أهجر، استفهم ولم يقل الرجل. منين قال هجر؟ منين جبت هذا الكلام؟ مو عمر، الناس استفهموا، مو عمر الذي قال وتحدث. طيب هو المهم يعني. حتى وابو آزر انا متماشي وياه. لا، سكر المايك ابو يوسف، سكر، ما اريد اسمع صوتك. عمي انا ما اقدر، والله اني ما اقدر يا عمي، لكن طيب ابو آزر خلي اكمل مداخلتي. ابو آزر خليك لا اتركوا. شفتوا اخواني الان ابو القبضة الالهية قبضته راحت، ما ادري وين اختفت. ما اشوفها امام الرياح الغازية، اقسم بالله ما اشوفه كله. ابو يوسف، ما سمعنا منك رد على اي شيء، ما سمعنا منك. ليش ابو يوسف اريد اني اثقل عليك العيار بينما انت ما عندك شيء، لان انا جاوبتك عن كل شيء. رحت لي تروح على العصمة وتروح على العقبة. اخواني جاي يشوفون الضعف. الموضوع رزية الخميس. تمام ابو يوسف، بس طالما انت شرجت نحب نقول لك جاوب لنا على تهذيب الاحكام. تمام ابو يوسف، عندما تنازع المعصوم مع المعصوم فقال ابو عبد الله لابيه ما تريد اليه ان تخرج مثل هذا، فكيف الناس ان يطيعوا فقراءهم ومساكينهم العفو. فقال ابوه اليك عني لا أجد منها أبدا. عندك المعصوم ينازع المعصوم،
فانت تقول لي شلون تنازعوا وشلون هاي الامور. طيب رد لنا الان، رد لنا ما طول العيار ان شاء الله ثقيل بعده. والله والاسئله كثيره الصراحه. رزيه الخميس انا من احب الشيء الي الصراحه. انا انصح الاخوان الشيعه لا حد يتطرق امام الغازي بهذه الرزيه، لان الصراحه الاسئله كثيره ولكن من ابو يوسف ما جاي جاوب على شيء، فلهذا جاي شويه شويه وياه ان شاء الله. اريد منك هسه الان سؤال جديد عمي موقع لك اياه ذني كما ادري بك ما راح تجاوب عليه هنا اصلا. المعصوم ينازع المعصوم عندك، المعصوم ينازع المعصوم ولا تقول لي ما نازعه. فعندنا الدليل على ذلك، يقول في معجم الاحاديث المعتبره، تمام ابو يوسف، يقول واقول الحديث يدل على اختلاف نظر الامامين في موضوع خارجي، بل مجزم يقول هذا تنازع. لان ادري بك انت ايش راح ترد، بس انطيك اياها مسبقا، اقطع عليك الطريق من الاول حتى لا تعبر. عندك تنازع هنا واختلاف بين المعصومين، نريدك هم كذلك ترد لنا على هاي ان شاء الله. واذا الاسئله قويه قل لي يا الغازي خفف لي العيار اخفف لك اياه شويه. رد يا ابو يوسف، رد على الغازي. انت الان امام لحظه ابو 10 ثواني بالله عليك. كبرني ابو آزر، كبرني بس 10 ثواني، بس 10 ثواني كبرني. انت الان مو بالقبضه الالهيه، انت هيك شايلك لان قبضتي هوايه عليك هيك. تفضل. لحظة الغازي، يا اما راح تكمل الحوار في كنف الاحترام بين الطرفين انت وهو، يا اما لا يستقيم. طيب ابو يوسف هو مو جاي يقول لي بالقبضه الالهيه انا لازمك، انا هم لازمه. انا هم لازمه، شنو المشكله؟ يا غازي هذه هيك بالطريقة هذه، هيك هذا اسميه انا هروب انسان يبي يتجاوز ويبي ينزل. طيب لا اسف انا ابو يوسف يلا حلو، انا انهزم انا انزل، لا بالعكس. يا الغازي شوف انا ما علي لا فيك ولا فيه. ابو يوسف لما يبغى يتجاوز اقول له تبي تتجاوز تبي تنزل انزل، انا ما اجامل اي احد. لكن تفتح كاميرا وتسوي هيك بطريقة استحقار لا يستقيم الامر عندي. تبي تنزل وما تكمل قل لي، تبي تكمل اتفضل، لكن انك تستحقر اي انسان موجود او انه حتى الطرف الثاني يستحقرك هذا اسمه هروب. طيب اعتذار ثاني. طيب اعتذار ثاني. اعتذرت. لا انا ما اهرب. يا الغازي لحظة كم اسمعني لحظة لا تقول لي شيخ حكمت ولا خير شيء. اسمعني الله يخليك، البث لما متخلط ما بيتجاوز. اكثر من مرة انت تتجاوز واقولها لك يا ابو يوسف، حتى انت وغيرك. انت ابو عمر اقول لكم بغيتوا بدا التجاوز عندكم، تبي تنزل انزل، لكن لا يستقيم الامر عندي ان يستنقص. يا حبيبي لحظة حتى انت بغيت تتجاوز اكثر من مرة انت وكثير محاورين. انا اقول لاي محاور لو تبغى تتجاوز حبيبي راح انزلك، قل لي تبي تنزل انزلك، ماكو اي مشكله. لكن لا يستقيم الامر انه يتم استحقار اي شخص في بث. طيب انا بس رديت له على شغله العصابه لان هو اللي بداها، بس رديت له. يا حبيبي شوف، ظنيت انا هو اللي منظم البث. اوكي انا ما علي يلا اتجرد من كل شيء. ظنيت اني فتحت لما قال شغله العصابه، ظنيت اني فتحت الكتب. اوكي انت قلت لي رجعني، رجعتك، سويت بطريقه استحقار. لا يستقيم الامر حتى هو او انت يا الغازي. المهم خليني الان اتكلم حتى يعني يكمل الموضوع. أيها الإخوان، نحن لسنا لما نقول قبضة إلهية من باب الاستهزاء، من باب قوة الدليل. أما إذا ناس ما متعلمة شلون تحاور وكذا وكيف تستدل وتسوي لي هيجي وهاي الحركات، انتهينا من هذا الموضوع. لسنا في مقام يعني هذه حركات الأطفال. نحن قوة الدليل معنا. عمي ارجع لي، فهمنا القوة والمسكيلاسيون وصل، فهمنا. ارجع لي
خلاص ورفع الاثقال فهمنا رفع الاثقال وكلكم ما شاء الله بريسلي صرتوا لي فان دام خلاص يعني بوكيمونات صرتوا لي حلوين. الدليل على قوة طرحنا أنك أنت يا سني يا أشعري اليوم جاي تحاججهم بالحجج التي هي واضحة لكل مسلم شيعي أو سني. هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله حجة في الصحة والمرض؟ ما سمعنا جوابا. هل الصحابة كانوا يؤمنون بعصمة رسول الله في التبليغ لما قالوا حسبنا كتاب الله؟ ما سمعنا جوابا. هل ما ينجي الأمة من الضلال إلى يوم القيامة هو من التبليغ من الدين؟ ما سمعنا جوابا. كله هروب إلى كتب الشيعة. يا رجل عيب الحوار في كتب السنة. رزية الخميس أصلا أنت تقول ما عند الشيعة رزية خميس. شو دخل الشيعة بكتبك أنت؟ الحديث في البخاري ومسلم وفي مسند أحمد. الحديث في مسند أحمد وفي هذه الكتب، وأنت تهرب إلى كتب الشيعة. يقول إن النبي شوفوا أنا حتى أريكم أنه الشيعي الرد عنده والله أسهل من شربة. لحظة ما دام هو لحظة بالله كلمة وكمل وقتك. ما دام أنت تطفلت على كتب السنة هو راح يلزمك من كتبك ومن عقيدتك. لا إذا موجودة لماذا بما أنك أنت تطفلت لازم هو يتطفل ويلزمك. هذا هو. أبو آزر من وين راح يلزمك؟ من أمي يعني ولا من جدتي؟ راح يلزمك من كتبك. اهدأ. أنا لما ألزمت في كتب السنة رحت لغير رزية الخميس في الموضوع. ليش هو ما يروح لرزية الخميس في كتب الشيعة؟ يلا خليه يروح لرزية الخميس يجيب أحاديث رزية الخميس في كتب الشيعة. ما عندك لا موجودة الروايات ما عندك. يلا هاتها ما عندك. خليه ابو آزر، خليه اخذ مداخلتي انا ارد عليه. يا غازي لا تقاطع الله يجزاك خير. انا بنظف الحوار. انا بنظف الحوار. انا اللي بغيت اقوله لحظه. انا اللي بغيت اقوله انه شوف حتى يا ابو لحظه ليش اقاطع. انه لو انه سني يتطفل مثلا على الولايه التكوينيه. الولايه التكوينيه ليست موجوده في كتبه. لا عندنا كلها. لحظه الله يجزاك خير. او الرجعه او كذا هو انت راح تلزمه بما هو يعتقد. انت الان ذهبت تطفلت على كتبه. اوكي يا حبيبي عندك في بحار الانوار اسمعني من سند العامه الله يجزاك خير من اي سند العامه هذا في نفس ابن قيس. يا حبيبي هو من وين راح يلزمك؟ هو الحين انت تحاول فيه من كتبه. من وين راح يلزمك؟ اسمع. انت لا تعتقد بكتبه. من وين راح يلزمك؟ راح يلزمك بعقيدته. ممكن شويه سكر المايك حتى اتكلم صوتي يصل. الله يوفقك يا اخي. هذا ليس عيب انه يلزمك من كتبك. يا اخي لا انت ما عليك. انت هسه في حوار وانت في مداخلتي تريد ان ترد عنه. خلاص يا حبيبي مو ارد عنه لانه انت من وين تستشهد؟ من كتب السنه على الاخر. يا عمي هو يستشهد من كتبك. اكمل مداخلتي وانا ابين وانت رد في الوسط كلام مستقطع. خلاص لا تقاطعني. يا مسلمين اخواني الاعزاء انا لما استدل في رزية الخميس من كتب السنة ليست تطفل. حادثة لها علاقة بشيء مشترك بين السنة والشيعة وهو الوصية. كلنا نتكلم عن الوصية وهم يحاولون يختبئون وراء إصبعهم. كل المسلمين الآن اسألوا فرانسوا يقول لك ماذا أراد النبي أن يكتب وماذا عمر قال ولماذا عمر قال حسبنا كتاب الله وهل كان يعرف مضمون الكتاب. يا عمي خلاص أنتم ما تحاولون تختبئوا وراء أصابعكم. كل الموضوع له علاقة بالإمامة والوصية وكذا. يريد يهرب إلى كتبي يجعله موضوع مشترك. ما عندي مشكلة. خلي يجيب كل روايات رزية الخميس من كتب الشيعة ونناقشها. أما يأتي النبي عند الشيعة كان لا يسمع ولا يتكلم. أولا أنت ما تعرف ردي. تقول سأعرف ردك. رد الشيعة أن العقيدة تكون بالمتواتر وأنه لا يؤخذ في هذه المسائل إلا أن تأتي من كتب العقيدة. تأتي بكتب العقيدة تقول رسول الله عندكم لا يتكلم. المعصوم عندكم اختلف. خلاص. أما آصف محسني ما أعرف منه لا ما انتهى وقتي. قاطعني. ما انتهى وقتي. قاطعني. ما لك دخل بهذا. قاطعني.
يا الغازي انا اللي منظم الوقت يا الغازي، وعارف كيف امشي وقتك ووقته يا الغازي. أحسن. فإذا خلونا في الموضوع يا مسلمين. لم يأتي أي جواب. رزية الخميس، ليش سموها رزية الخميس الصحابة؟ لأن الرسول عصي، وكانت هنالك في آخر حياة الرسول من الأمور العظيمة التي والعصيان، بل عصيان مدني. رسول الله ما كان يعني يسيب الشرطة، كان ورقة وقلم ما يعطونه. فإحنا نريد نعرف هذه المسألة، لماذا الصحابة عصوا رسول الله؟ هل انتهت صلاحية الرسول في آخر حياته؟ هو يدعي أن النبي وافق عمر، أعطينا الدليل. ما جاب الدليل. هو ادعى بأنهم قليلي هذول أسمائهم، أعطينا أسماء هؤلاء حديثي عهد. جاب كلام ابن. يلا طيب يلا. يقول راح تكون ثاني مداخلة، آخر مداخلة لأبو يوسف، بعدك أنت راح تختم لأنه بدأ أبو يوسف. طيب، هذا في كتاب فتح الباري لابن حجر المجلد الثامن الصفحة 134. يقول وفي تركه صلى الله. مو بدأ أبو يوسف، بدأت المداخلة الشيعية عشان تكون أكثر شفافية. بدأ هو مصطفى، يعني المداخلة الأولى بدأها مصطفى، يعني راح تكون لك مداخلتين، مداخلة الآن بعدين مداخلة أبو يوسف بعدين تختم أنت بعدين ناخذ مداخلة الإخوة. طيب، يقول وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر إشارة إلى استصوابه رأيه، وإشارة بقوله حسبنا كتاب الله، وقول الله تعالى ما فرطنا من الكتاب من شيء. ويحتمل أن يكون قصد التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب، وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس بما لا يستغنون عنه. فإذا لو كان هذا من هذا القبيل لما تركه صلى الله عليه وسلم لأجل اختلافهم. تقول ما رديت، سبحان الله، نبدأ من حيث انتهيت. شفت شلون؟ هاي أول نقطة. ثاني نقطة، تقول لي عمر ما ياخذ بالسنة أو الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به بالمرض أو بهذا. لا، هذا كلام من عندك أنت، هذا كلام من عندك. أما عمر لا، يأخذ في المرض وغير المرض وهاي الأمور. ولكن هو الرسول لم يلقي على عمر حتى يأخذ منه، إنما الرسول استصوب رأيه وما كتب الكتاب. فهنا تنتهي القضية. أنت وين ما رديت لنا على شيء، على كل شيء. أخواني يقول إذا كان عمر لا يستدل بالسنة فهذا كلام وأهله الأنصار الهروي الجزء الثاني صفحة 82. يقول إنهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله، فقال عمر إنك أحمق. شوف الله أكبر، شوف عمر كيف يستدل بالسنة. عمر بالعكس أشد الأخذ بالسنة. يقول إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصوم مفسر؟ إن هذا القرآن أحكم بذلك والسنة تفسر ذلك. هذا عمر. فأخواني الآن ردينا له على كل الأقوال. أقسم بالله هو ما رد على أي شيء. شفت شلون اتبرى من كتبه ويريد ما أروح أفتش بكتبه ولا أروح لا حبيبي، الاستدلال بالمثل عادي. شنو ليش انت هيك الآن تعصبت وانحرجت الصراحة انت أمام الشيعة الآن؟ ما رديت إن عندك الرسول أغمى عليه، ما رديت إن عندك الرسول لا يبصر ولا يفهم ولا هاي الأمور. ما رديت إن والله ما رديت على أي شيء. أقسم بالله ما رديت على أي أطروحة طرحتها أني. شنو رأيك؟ الآن رديت لك أنا على كل شيء يا أبو يوسف. موقفك حرج أمام أتباعك. عندنا رواية ثانية نزود عليك العيار، ولو ما رديت إن على نزاع المعصوم حسبالك ناسيها. لا ما ناسيها، بس نذكرك النوب، نعطيك النوب رواية تكحل عيونك بيها وسمعك الجميل إن شاء الله وروحك الزكية الطاهرة. بارك الله بيك وبجهودك. يقول وعن علي بن إبراهيم عن أبي عن إسماعيل. أفهمتني بالإيمان يلا اسمع أبو يوسف، اسمع هاي أبو يوسف، اسمع هاي أبو آزر. يقول عن أبي الحسن موسى عليه السلام
تلقمه الأرز وتضربه. أبو آزر عندك الداية مال موسى عليه السلام، تلقم موسى عليه السلام، الداية مال موسى تلقمه وتضربه. شنو حكم الداية عندك الآن؟ هل المعصوم عندك الذي تريد تثبت عصمته من البخاري، لا شنو حكمه عندك الآن؟ دايته تضربه وتلقمه؟ أبو يوسف هو مو معصوم؟ ألا يعلم مصلحته؟ يقول فيغمى علي فأغماني، يقول أغماني ما رأيت. فلما دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال لي أحسبك أغمك الذي رأيت من داية أبي الحسن موسى عليه السلام. فقلت نعم. فقال نعم، الطعام الأرز يوسع الأمعاء ويقطع البواسير. أبو يوسف عندك المعصوم لا يعلم بشيء، عندك الداية تضربه وتلقمه. يعني شلون اثبتت عصمه انت؟ شلون اثبتت ان العصمه ويعرف ولا يعرف؟ جميل. يلا ابو يوسف رد. ايش سالفه البواسير هذه؟ بواسير. اخواني الاعزاء، انا لو تعرفون لماذا في المرتين السابقتين تركت الروايه التي ما يعرف الاخ العزيز كيف يقراها، ما يعرف يقرا. لما يعرف يقرا صحيح انا اجيبه، ولما ايضا يعرف يقرأ هذه الرواية الأخيرة صحيح سأجيبه، لأن أنا أجبت بجواب عام. قلت الشيعة إذا وضعوا في كتب العقيدة المستخلصة ايش سالفة البواسير؟ يا أخي الله يوفقك، أنت لا تتحيز، عيد للوقت. قلت الشيعة إذا وضعوا في كتب العقيدة ما استخلص من رواية قالوا وعقيدتنا أن النبي أن المعصوم يضرب كذا، وأنه يخالف المعصوم، وأنه لا يسمع ولا كذا مثل ما هو أتى منه، خلاص نقول هذا سمعا وطاعة، هذه عقيدتنا ونفتخر فيها. لكن السني يقول ابن تيمية في كتاب المسودة وأحاديث الآحاد تبنى عليها أصول الديانات. خلينا أعطيكم أحاديث الآحاد. في البخاري نبي الله موسى يركض عاريا وراء حجر. في البخاري إبراهيم يعطي زوجته ليزنى بها ويكذب 3 كذبات. في البخاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى عاريا. في البخاري وفي البخاري لا ايش ما ايش تسوي؟ ما افهم. جاي تشوش علي انت. لا انا ما فتحت الكتم، انا كاتم. قلت لك خلينا نرجع لصلب الموضوع. بالساعة ما قلت اخلي البواسير من صلب الموضوع برزية الخميس. يا رجل انت مو منصف الان، انت صرت الان زنديق. اسمعوني، والله اني متصدق بمذاهبكم، اقسم بالله والله وبالله اني يا الله اشهد امام 470 واحد اني متزندق بهذه المذاهب، والله اني مسلم والحمد لله اني اكفر بهذه المذاهب. الحمد لله يا رب. هل هذه مداخلتي الاخيره ولا بعد لي مداخله؟ خلاص خلينا ابدا من جديد الوقت لان قاطعتني وشوشت علي. اخواني الاعزاء، نحن قلنا ان هذا الحوار هو لنصرة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وامير المؤمنين علي بن ابي طالب، لانه بنص كتاب الله. وفي صحيح مسلم كما قال الصحابي سعد بن ابي وقاص عن رسول الله نفس رسول الله وانفسنا وانفسكم نزلت في علي بن ابي طالب، في صحيح مسلم. فنحن نريد ان ننصر هؤلاء اهل بيت رسول الله من هؤلاء الذين يخطئون رسول الله. هو ما اجاب، يقول إن عمر يؤمن بالسنة. طيب إذا كان عمر يؤمن بالسنة لماذا لم يأخذ السنة؟ قال لعله، طبعا هو يأتي، إخواني شوفوا أنا أطالبه بالدليل، أقول له دليل، يأتي بقول عالم يقول هذا الدليل. متى صار الدين يؤخذ عندك بقول عالم؟ أقوال العلماء يستدل بها ولا يستدل لها عندك. اعطني دليل. لماذا إذا كان عمر يؤمن بالسنة لماذا قال حسبنا كتاب الله هناك؟ لماذا؟ يحتمل، يقول لي قال ابن حجر يحتمل، وأنا ما لي دخل بالاحتمالات، أريد دليل. هذه عقيدة الصحابة الذين قالوا هذا البخاري أمامك، هذا البخاري بيدي 3053 يقول قالوا هجر رسول الله، ماذا أفعل بهم الآن؟ أخذ ديني منهم ولا ما أخذ ديني منهم؟ أي سنة أخذها منهم؟ سنة الرجل الذي يهجر؟ طيب ما يدري أن الرسول، شوفوا عندهم أيها المسلمون
هذا الموضوع رزية الخميس له علاقة بعصمة النبي بالتبليغ. اسمعوني، عندهم إن قريش، من هم قريش؟ يعني المهاجرين، يعني كبار الصحابة. قريش نهت الصحابي عبد الله بن عمرو، قالوا أنت شنو تكتب من رسول الله؟ كل ما يتكلم إنه رجل بشر يتكلم في الغضب وفي الرضا. يقول فأمسكته، بعد بطلت أنا هذه وأنهي، بس أعطيني دقيقة وضيف له دقيقة، ما في مشكلة. إخواني، غضب رسول الله، قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، وأشار إلى فيه إلا حقا. نحن الآن ما يدرينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندكم فعلا معصوم بالتبليغ. اعطيني نص يقول أن الرسول معصوم في التبليغ فقط حتى نعرف. الرسول أراد أن ينص على أعظم شيء في الدين الذي يعني يجعل الأمة مهتدية إلى يوم القيامة، وعمر عارضه، وعمر قال عنه يهجر، يقول ما في دليل. منهم من قال قربوا له، ومنهم من قال ما قال عمر، والبخاري يقول قالوا هجر. الذين قالوا هجر قالوا بقولة عمر، ولم نسمع أي جواب، فقط قال ما أعرف شنو هو البواسير وكذا. روح يا الله. طيب أنا رديت على كل شيء. شوف حتى بالدليل يقول قتله وقلي، قتله وقلي. طيب هذا مال غازي يرد عليك ويقول لك هاي أول نقطة. تقول ناخذ بالذي هجر، لا ناخذ بالرواية اللي أنت أصلا ما طرقت لها، اللي تقول على الذي أغمي عليه، اللي وضعته في حالة السكر والجنون، الذي تقول يسمع ولا يبصر ولا يفهم. لا ناخذ من هذا احنا. هاي أول نقطة. تقول لي ليش تقول لي البواسير؟ تعرف ليه جبت هاي سالفة البواسير؟ أنا أعلمك إذا ما تتعلم. سالفة البواسير أنا جبتها، أي المعصوم كان في المرض وتضربه وتلقمه، تمام؟ تضربه وتلقمه الأرز. تعرف وين المعنى؟ أنت لو مدقق بالكلام كان فهمت، بس نفهمك احنا. لأنه عمر عندما قال إن الرسول غلب الوجع أراد التخفيف عليه، وكذلك داية موسى الكاظم عندما تلقمه وتضربه ليس قصدها الضرب، بل إنما شنو؟ الحسن له، أي الشفاء له. وكذلك كما عمر قال إن النبي غلب عليه الوجع حسبنا كتاب الله، أراد التخفيف على رسول الله. كما الداية لا، عمر قال في كلام، ولكن عندك الداية لا، تلزم الطقه، تلزم تضربه. لا عمر فقط كلام. عرفت هسه شنو القصد؟ فدوة ضحكتك الحلوة هاي. عرفت شنو القصد؟ تقول لي رواية آحاد وكيف تأخذ؟ طيب تقول لي ما ناخذ، لازم أنا صار قول العلماء مو حجة علي. لا أنت منين جبت بالله هاي الروايات؟ والمعصوم قال لك أنت الرواية الآحاد ما تاخذها؟ ها أبو يوسف؟ والرواية عندك شنو رأيك؟ الرواية عندك نقلها العلامة المجلسي صحيحة في مرآة العقول. ها الرواية صحيحة طلعت أبو يوسف، الرواية الآحاد حسنها المجلسي. جميل، قال كالحسن يا حبيبي. هذا علمائك. فعرفت هسه ليش جبنا الداية؟ اخواني الان شفتوا امامكم والكم انتم التقييم. ابو يوسف ما رد لا على صلح الحديبية، ولا رد على داية المعصوم، ولا رد على الرسول انه لم يعرف الحسن والحسين، ولم يرد على رواية يا هي دعائم الاسلام الجزء الثاني. ابو يوسف ما رد على اي شيء. كبروا يا أهل السنة، كبروا يا أهل السنة. هذا أبو يوسف الآن أمام الغازي لا مفر له أبدا. ولولا أبو آزر ينهي المناظرة أقسم بالله لا أخليه اليوم يتسنن، أقسم بالله لا أخليه اليوم يتسنن. يقول تأخذون من الذي غلب عليه الوجع؟ لا، روح أخذ أنت من الذي أغمي عليه وذهب عقله يا أبو يوسف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد، لله الحمد، لله الحمد. أعلى الله مقام أهل السنة اللي عندهم هيك ردود. صغار أهل السنة يسكت كبيرهم، هذا كبيرهم ويقولون عنه أسد لا صوت له أمامي. بفضل علمائي، بفضل صحيح بخاري ومسلم وعلماء الأجلاء. جميل جدا، جميل جدا، جميل جدا. نأخذ مداخلة